هو انا لو قلت لك ما كانش بيصور ده كله هتزعل؟ ناني؟ السكريبت 3 2 1 اكشن. اهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم عن مسجد الشيخ زايد. مسجد الشيخ زايد يعتبر سادس اكبر مسجد في كوكب العالم. يعني في الين يعني يبني مسجد اكبر يعني تخرب بيتك في العالم. على السريع اكبر 5 مساجد هيظهروا على الشاشه. يا بالي حبيبي، ما هو ده في مش وقت شاشه، في كده. بلور في بلور وهيظهر ويعمل مساجد. سريع اكبر 5 مساجد هيظهروا على الشاشه. اولا عشان تروح مسجد الشيخ زايد من دبي بتركب مترو لمحطة ابن بطوطة، وبعد كده بتاخد باص E101 يوديك لأبو ظبي. هكلمكم في فيديو تاني عن المواصلات وازاي هتسهل عليك حياتك هناك، وازاي توصل للأماكن اللي انت عايزها. سيستم المواصلات ماشي ازاي من اتوبيس لباص والنول كارد. هكلمكم عن نظام الامارات بشكل عام في فيديو تاني، فاتاكد ان انت متابعنا واعمل لايك للفيديو. اول ما توصل محطه باصات ابو ظبي هتلاقي باص رقم 94، ده هتركب منه لمسجد الشيخ زايد على طول، هيوديك المسجد. هناك بقى هتشوف الابهار والابداع بالحر. استنى، انت اكيد رايح الامارات وعارف انها حر وكده، فلابس شورت وتيشيرت وكده والدنيا ايزي بيزي سكويزي، لكن لا، لازم يوصل لك حاجه في النص. اعمل حسابك وانت رايح تلبس حاجه فوق الركبه، ولو انت راجل، ولو انت امراه البسي غطي جسمك كله اكنك رايحه بالظبط الصلاه، يعني احترام للمسجد وكده. وبعد ما عرفت كام تريكايه دول، خلي بالك منهم عشان هم بجد شديدين في القوانين، واستمتع بالفيديو. انا عارف ان ده فيديو اعرفكم ازاي تروحوا المسجد واوريكم جماله وجمال التفاصيل اللي فيه، اكادوا من بس نديكم كام معلومه كده على السريع، وتقدر تشوف الباقي على ويكيبيديا. هسيب اللينك في الديسكريبشن، اتاكد منه، ما تعملش زي فيديوهات الدحيح وما تشوفوش، كلنا كده والله. المسجد مش تاريخي لكن صرح معماري جميل جدا. بدأ بناؤه سنة 98 وخلص سنة 2008. في أكبر قبة مسجد في العالم ووزنها 1000 طن. إجمالي القبب في المسجد 82 قبة. اسمه الشيخ زايد. مكتبة الجامع فيها أكتر من 3000 عنوان وموزعة على المجالات الثقافية والعلمية. فيها 12 لغة. المسجد فيه سوق، وده اللي بتبدأ فيه الرحلة. مدخل المسجد من السوق ده، والسوق ده معمول علشان يخدم احتياجات ومطالب المصلين من حيث مطاعم ومحلات تجارية. واحب اشكر جميع الجهات القائمة على النظام بتاع المسجد من حيث النظام الدين او الحفاظ على الدين من حيث القوانين اللي هم حاطينها. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، ولو مش متابعنا تابعنا عشان تشوف مغامرات. احب اشكر ضيف حلقتنا النهارده، او في الحقيقه انا الضيف، اللي هو استاذ اس مستر اس على استضافته للاستوديو لينا في الاستوديو هنا. واقف ورا الكاميرا حضر الكواليس. قعدنا نضحك عليها كلنا. سلام. واحد حاسس ان هو مذيع، فاهم؟ اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حاجه جديده في رمضان عن ازاي تعمل الحواوشي.